طيب انا لو عايزه اخد داتا سيت من هنا اشتغل عليها، بس انا لسه مش عارفه انا هبدا منين. ممكن ما اخشش على الداتا بلاي جراوند على طول وادخل على جايدد بروجكت. جايدد بروجكت هو بيعمل ايه؟ برضو فاتح لك مجموعه داتا سيت، بس هي تقريبا بتكون حاجات محدوده، مش بنفس العدد الموجود على الداتا بلاي جراوند. بس الميزه ان هو موفر لك مجموعه اسئله هتجاوب عليها، فتعرف انت هتعمل ايه، يعني كتحليل، كانه هو اللي بيقولك انت هتعمل ايه بالظبط، بس انت بتدخل تنفذ خطوات. ده بيعلمك ان انت تفكر هو فعلا لما هتبدا في اي داتا لاول مره انت فعلا هتعمل ايه. فهو كانه بيوجهك يعني. فمثلا بروجكت زي ده، خلينا ندخل نشوفه من جوه. هو عبارة عن مراحل هتعملها، وفي الاخر بعد ما تخلص يبقى انت كده خلصت البروجكت وبقيت فاهمه. فاول حاجه بيديك بريف كده، فيديو كده بيشرح لك فيه ايه اللي هيحصل، ايه الداتا بتتكلم عن ايه، وايه الاسسمنت التاسك المطلوبه منك، واحنا عايزين اصلا ننفذ ايه من البروجكت ده. بعد كده بتحمل الداتا، وبعد ما بتكون عرفت معلومات عنها، وبتبدا هنا بقى تجاوب على كل سؤال هو بيسالك عليه. زي هنا مثلا هو عايز يعرف لو هتدخل على المنيو ايتمز تيبل، جدول اللي هو اللي عليه الاصناف اللي في المنيو، طب هو المنيو فيه كام صنف. فده سؤال انت هتدخل تطبقه مثلا على السيكوال. لو البروجكت ده تقريبا يعني الافضل يبقى سيكوال عشان هتربط جداول كتير ببعض. فانت هتدخل هتعمل كويري فعلا يعدلك عدد الايتمز اللي موجوده في جدول المنيو. وقف معاك ومبقتش عارف انت المفروض كنت هتعمل ايه، فشو هنت هنا بتقولك ايه اللي هيحصل عشان تعرف تجاوب على السؤال ده. وفي الاخر بعد ما بتخلص تعمل تشيك ليست على كل حاجه، بتعمل واتش سوليوشن عشان تدخل يشغل لك فيديو وبيوريك هو الخطوات دي ازاي كان هيكتبها ككويري سيكوال كويري، وانت تقارنها بالسيكوال كويري اللي انت كتبته. وبكده تعرف انت قدرت تطبق الاسئله دي على السيكوال ولا لا.